كوبي عملت منتجات جديده للجيمرز ومدخلاها السوق المصري، وهنشوف مع بعض ايه الجديد ونعمل جهاز كده في السريع. اول حاجه ممكن اتكلم عنها وهي الكيس دي، سوبر كولينج جلاسي جيمنج كيس. الكيس فيها 4 مراوح وسبورتد انها يركب فيها 9 مراوح، وتشيل ماذر بوردز او كروت شاشه باحجام كبيره، يعني المفروض انها واسعه من جوه. ده اللي هنعرفه واحنا بنجرب الجهاز. الاول ان 1 ووتر كولينج سيستم، في موديلين منزلينهم، ال 360 وال 240. التبريدين دول بيدعموا كل السوكيتس بتاعه انتل واي ام دي لكل الاجيال ولحد اخر جيل، ودي حاجه كويسه جدا. وكمان بيدعموا الار جي بي سينك. الباور سبلاي اللي جايباته بيه هو 850 واط. الباور سبلاي ده فيه مكثفات يابانيه، وكمان فول موديلر، يعني تقدر تركب الكابلات اللي انت عايزها بس، وتشيل الكابلات اللي انت مش محتاجها او مش هتستخدمها، عشان ما يبقاش عندك جوه الكيس اسلاك ملهاش لازمه وانت ما بتستخدمهاش. جوده الباور سبلاي ده 80 بلس جولد، ودي كفاءة عالية جدا. وكمان الباور سبلاي ده بيجي معاه ضمان 5 سنين، يعني تقريبا انت مش محتاج حاجة تاني. كمان في مراوح عاملاها زيادة تركب في الكيسز من نوع ار جي بي. المراوح دي باين من الماتيريال بتاعتها انها كويسة. لسه لما نجرب الجهاز كله هنحكم عليها ونشوف اداء الجهاز عامل ازاي. انا هركب في الجهاز ده كارت شاشة من نوع جيجا بايت 3080، وهركب ماذر بورد من نوع اسوس رامبج اكستريم، وهركب بروسيسور كور اي 9 7940 اكس، وكمان هركب معاه رامات كينجستون 16 جيجا. خلونا نبدا نركب الجهاز. بعد ما فتحت الكيس كان شكل الكيس تحفه جدا، وانا بشيل كده اللزق اللي عليها. لا الصراحه انا عاجبني شكلها جدا، وهي الديزاين بتاعها يعني لامم كل حاجه رغم ان الحاجات اللي راكبه كبيره. كارت شاشه 3080 هو اكبر كارت شاشه موجود دلوقتي. المذر بورد اللي راكبه دي هي اكبر مذر بورد موجوده، وهي تشيب اكس 299، فهي اكبر حاجه موجوده، واكبر حتى من المذر بوردز اللي موجوده للجنريشنز اللي موجوده حاليا. فالكيس دي معموله انها تشيل كل حاجه، وانا بركب الكابلات بتاعه الباور سبلاي ما واجهتنيش مشاكل في الكيبل مانجمنت. بالعكس الدنيا رايقه وجميله زي ما انتم شايفين كده. الموضوع كان حلو جدا جدا. بعد ما شفنا فورزا هورايزون 4 ودايز جان وسايبر بانك والحراره الصراحه كانت كويسه. اداء الكولر والاستابيليتي بتاعه الجهاز على الابلكيشن بتاع ايدا 64 كان كويس جدا. الجهاز ما عملش اي مشاكل، ما كانش فيه اي مشاكل لا في الباور سبلاي ولا في الكولر اللي كان راكب.
كل حاجه كانت كويسه. اللينكات بتاعت الشراء هتلاقوها تحت موجوده في الديسكربشن. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. سلام.